قبل سنوات من الآن لم يكن الفشل أمرا متعارفا عليه في بيت الخضر. يوما بعد يوم ظلت الجزائر الطريق. سجل السواد بدأ بنقطة فنقطة فنقطة وصولا إلى هزيمة تونس كآخر حلقة قسمت الظهر. أخطاء فادحة في سياسة الفاف قطعت عنق الجزائر. الفاف تمتنع عن إقناع حليلوزيتش بالبقاء عقب المونديال. هي خطوة غيرت طعم الانضباط إلى مرارة الانفلات، وما كاد التغيير يستساغ بين جمهور تخبط ألما بسياسة فاشلة حتى أعلنت الفاف عن اسم البديل، اسم زاد من وطأة الحالة. تعيين المدرب المغمور كريستيان غوركوف مدربا للمنتخب الوطني وبداية لا انضباط. الفرنسي الذي حل بالجزائر مدربا كان فاسحا لمجال اللا انضباط في عهدته وما بعدها، فتجرأ اللاعبون على سمعة الألوان الوطنية بلا استحياء، فكانت الخاتمة من علقم. تمرد اللاعبين على المدرب الجديد ميلوفان رايفاتس والانقلاب عليها، تمرد عقبه تأييد منقطع النظير لقائد الفاف محمد ربرة وللاعبيها، إشارة خضراء أطلقت العنان لتصرفات غير رياضية تحت شعار افعلوا ما شئتم فأنتم الطلقاء. بعدها كان الموعد مع خرجة غريبة أخرى، اتحاد الكرة يجلب جورج ليكانسا. مرة أخرى نلدغ من الجحر مرتين، مدرب مغمور ومجنون وضع الانضباط في مهب الريحة، تصرفات غير رياضية للاعبي المنتخب في مواجهة تونس. رفض سليماني لإجراء تبديل وضرب براهيم لأمتعة المنتخب احتجاجا على الخروج كان بمثابة ضرب صارخ لمعايير الاحتراف. تخلفنا ونحن الأصل، ولكن هيهات أن يبقى الحال على ما هو عليها في ظل مشاهد سياسة كروية غير متينة منحرفة لا محترفة. طبعا هذه الحزينة اللي رانا نشوفوا فيها الموسيقى، يبدو أنه احنا فقط اللي مرانا نشعر، والشعب ايضا هذا اللي راهو يشعر بهذه الخيبه اللي صارت في كاس افريقيا. مانيش عارف اذا كان هذو اللاعبين ورئيس الاتحاديه يشعر واش راهم يعيشوا هذا الشعب، مانيش عارف انا الحقيقه ولا غير استغرب فعلا، لانه مادام راهو يسرب كثير من المشاكل منذ فتره ولا واحد كان يتحدث لانه كانت الاموال تعطى لهذا المنتخب، ولا واحد كان يحاسب لانه كنا نقولوا طائره خاصه معليش اللاعبين يروحوا يجوا في المطار ولا واحد يستقبلهم، ما تحدثوش مع الصحافه عادي. ولكن أنه اللاعبين لهذه الدرجة يوصل بهم الأمر ورئيس اتحادية لحد الآن ماناش عارفين، قال لك مانيش مريض، ولكن لحد الآن في فرنسا، هرب لفرنسا خلى المنتخب. نعم، لهذه الدرجة أصبح منتخب يهين شعبه بهذه الطريقة ويهين أيضا عالم جزائري، الناس كلها كانت تستنى. لهذه الطريقة أصبح يهان هذا المنتخب. منذ فترة لما كنا نتحدثوا قال لك يا جماعة ما تشوش على هذا المنتخب. يلا خليني ندخل رفيق وحيد. لماذا في هذا التقرير خليني نقول تراكمات؟ لأنه من قبل لما كنا نتحدثوا وأنت من الناس ربما انتقدتنا من فترة، كنت انتقد قلت لي وكأنه أحيانا تتغير. نحن لا نتغير. لما يكون حقيقة يكون المنتخب ما يسيرش نقولوا ما يسيرش. لماذا وصلنا لهذا الأمر أمام زيمبابوي، أمام تونس، تراكمات قبل ذلك موريتانيا، استهتار بهذا المنتخب؟ ما رأيك؟ حكيم، احنا في فترة ماضية وين تحدثنا وأنا ربما تم انتقادي صحيح، قالوا لي رفيق وحيد يعني ينتقد روراوة كأني أنتقد الشخص. لا، أنا نسيت نشوف، ما نشوفش للجزئيات، كنت نشوف للكل. اليوم الجزئية كنا نهضروا على وسراف لاكوب دافريك اليوم ابري دو ماتش، يقولوا اللاعبين المنتخب أشياء أنا عندي جزئيات. اليوم نشوفوا من هو المسؤول. من الوقت السابق كنا نقولوا هناك مشكل في منظومة كروية، في سياسة كروية، في رئيس اتحادية
ما عندوش برنامج، وقلت لك في حصه معاك ما عندوش برنامج، ونتحداه لو عنده برنامج. لو اليوم كان عندنا برنامج في الاتحاديه لما وصلنا لهذه الحاله. رئيس الاتحاد انتفع من المنتخب الجزائري، عمل كل شيء باش هو يستفيد من المنتخب الجزائري. يبدو انك ترغب من البدايه ان اقاطعك، سامحني رفيق وحيد، لانه لما تقول لي رئيس اتحاديه ما عندوش برنامج، هذه اتحاديه جزائريه الناس احيانا تشكرها، يقول لك الحقق الكاس العالم مرتين، وفي وقت انه ولت تونس والمغرب وكثير من البلدان ربما تقول لك على الاقل كان عنده برنامج اهل المنتخب لهذا الكاس العالم. هل هذا برنامج؟ هذا هدف وليس برنامج. البرنامج يعطيني واش راح تقدم للكره الهدف الجزائريه. ياتي ببرنامج. لا، ما هو البرنامج؟ البرنامج هو انك تسطر امور باش توصل لهذاك الهدف. وش وصلنا الامور أحياناً. سطروها الناس اليوم الحصه اللي درناها على اساس فشل ماشي منتخب، درنا فشل سياسه. حصه تتبعا لحصص اخرى نتحدث عن المنتخب اللي وصل لهذا الامر. اعطيني، انا نعرف كل الدول انه تستثمر في مشاركتين في كاس العالم، يكون هناك انعكاسات على الكره المحليه، ما كاش انعكاسات على الكره المحليه. اليوم البطوله الجزائريه اللي هي في الحقيقه تكون ضمن برنامج رئيس الاتحاد غائبه. تحدثت في اوقات سابقه انه رئيس الاتحاد يهضر على البطوله المحترفه عندها 6 سنين، ما عندوش اتفاقيه جماعيه لمهنه كره القدم. في فرنسا عندهم لا كونفونسيون كوليكتيف اللي هي تحدد الاطر. اليوم فوضى الحقنا باش اليوم نستعينوا بمدافع ما صبناش في المدارس الاجنبيه وما صبناش في البطوله الجزائريه، لان البطوله الجزائريه راهو داس عليها. القوانين اللي سطرها رئيس الاتحاد، روحوا شوفوا تصيبوا القانون الاساسي على موقع الاتحاد، ما كاش قانون اساسي. القوانين جائرة، ما عندها حتى علاقة بقوانين الفيفا وما عندهاش علاقة بقوانين الجمهورية. وأعطيتكم بالتفصيل الممل تجاوزات والخروقات القانونية. رئيس الاتحاد هو كان رئيس نادي المنتخب الجزائري، استثمر في قانون البهاماس. أنا قلت لك أوكي جوز قانون البهاماس وجبنا لاعبين مزدوجي الجنسية، لكن كان من المفروض اون باراليل تستثمر في الكره الجزائريه في الاحتراف اللي انت درته عنده 6 سنين. ما دار حتى حاجه للاحتراف، وكونترير اهمل كل ما هو محلي. اليوم كي يتحدث رئيس الاتحاديه في بيرو فيدرال يقول لك، يعطيك لغه الارقام، يقول لك احنا كونا 1200 ل 30000 مدرب. علاش رفيق لماذا وصلنا لهذا الامر؟ لانه لما تقول لي رئيس اتحاديه ما عندوش برنامج، لماذا ولا واحد ينتقد من البيرو فيدرال، من المكتب الفيدرالي، او حتى من اللاعبين السابقين؟ لا، لماذا؟ نعم حكيم نعم ساعطيك رفيق، تفضل مقران. اسمح لي رفيق. نعم حكيم، ولو واحد يستطيع أن ينتقد روروة. لماذا؟ من يكون هذا؟ لا سامحني، ما تقوليش دوك من ياكل هذا. لأن أنا لي سامحني مقران، أنا قلتها له هنا في هذا المنبر، أنا نشوف كرئيس كيما هذا اسمه هدف فرعون. هذا ما قولوها، علاه ما تقولوش بلي هدف فرعون. مرزاق ما تقاطعنيش، أنا أنا قلتها قبلك. أنا لحقت وين شفته. سامحني دقيقة مقران، أنا هذا الإنسان اللي لحق هو يرونسي باللي مبولحي يلعب. هو لونسا باللي يلعب ومن بعد مبولحي ما لعبش، غولم بليسي ما يلعبش ومن بعد هو يلعب ومن بعد هو يروح لباري يسمح في ديك ناسيون. خليونا يا مقران، سواء نقول لك حاجه هذا الحق وين نحبس لي جورناليست بالهضره، قال له تسكت ولا نخرجك. قالها لهم. انت شكون انت؟ هذا الصحفي. كاين سياتين. سامحني كاين سياتين الصحفي اللي خلى نفسه باش يقول له هكذاك. انا بور مو هذاك ماشي صحفي هكذا. مانتونون بور ريفونير ماشي صحفي بيان سور. مانتونون بور ريفونير واحد ما يقدر ينتقد. هذه ماشي غير تحدثنا عن الصحفي رفيق وحيد من بين الناس اللي انتقد ايضا في ذاك اليوم في الندوه الصحفيه، تذكر صح رفيق؟ اسمع انا في الندوه تاع غوركيف ما خلونيش ندخل، ولكن كانت فيه مناوشات من اجل الروراوه صح؟ لا ما خلونيش ندخل، لان على جال الكتابات اوامر الروراوه على جال الكتابات، على جال الكتابات تاعي منعوني ندخل الندوه الصحفيه. نعم مقران تفضل. قلت لك هذه انت واحد ما يقدر ينتقد. هذه ثقافه عامه في الجزائر ماشي غير في كره القدم. وين يكون الشاف واحد ما يقدر يدنا فيه، يا لا تكون في الثقافه، في السياسه، في كل الشاف سيت ان شاف ما عندكش تضرب تسكت. علاه هذاك ما يقدرش ينتقدوا؟ علاه باسكو يخاف على بلاصتو، يخاف يطيروا. تنتقدوا الطير اصحاب المصالح مقران. فوالا اصحاب المصالح. وهذه الكره هذه علاش ولات هكذا؟ الاحتكار عليها. دوك حنا كي نشوفوا الفيدراليه الجزائريه لكره القدم هي اللي تسير الكره. معليش بصح ما تحتكرهاش، تو لا مونوبوليز با، ما توليش نتايا شغل انترست، انت ترست تاعها. روراوا دارها واش دارها؟ دارها شغل راهي في جيبو. ولكن سمح لي مقران